هقول لكم على فكرة عظيمة جدا جدا جدا، لو استخدمناها وفهمناها واستوعبناها في حياتنا هنحقق حاجات كتير جدا وهتفرق كتير جدا معانا في فهمنا أصلا للحياة. لما تكون ماشي في طريق وعايز توصل لحاجة معينة، عايز تدخل كلية معينة، عايز تاخد بوزيشن معين، عايز تشتغل شغلانة معينة، عايز تعمل مشروع معين، دايما بيكون عندك هدف. الهدف ده ممكن مثلا وليكن هذه الكورة، ان انا همسك كورة اجري في طريق عشان امسك الكرة دي هي التارجت، هي الهدف. اول ما امسك الكرة او اول ما اوصل لها انا محتاج دايما ما افرحش كتير وما اطولش كتير في فرحتي او الهولد اللي انا اعمله وانا ماسك الكرة. انا محتاج اخد الكرة دي وارميها لنفسي قدام شويه، كانك بتدي لنفسك حافز جديد، فكره جديده، لاين جديد، طريق جديد، حاجه تانية انت عايز توصل لها او تتعلمها او تطور عشان تروح لها بعد الوصول للكرة دي. فطول ما انت رميت الكرة لقدام انت عندك حافز اكتر تتحرك وتسعى وتفضل ماشي وراها، وكل ما توصل لها بتاخدها ترميها تاني بنقطة ابعد. بس المعضلة هنا حاجة صغيرة قوي، لما ترمي الكرة ارميها في مكان انت عينك لسه هتفضل شايفاه، في مكان بعيد وخلاص، رمية عشوائية الناحية التانية من السور، فابقى تايه، انا مش عارف اروح يمين ولا اروح شمال ولا ارجع ورا ولا اطلع قدام. ارميها لحاجة قابلة للتحقيق، لحاجة تقدر توصل لها بشكل تجزئه لهذا الطموح، لهذا الحلم. جزء صغير اوصل له، بعد كده 3 4 متر واوصل له، بقيت اعرف اوصل ل 3 4 متر، يبقى اخليه ارميها 5 6 متر فاقدر اوصل لها. كانك بتمرن نفسك انك تطور اكتر، واسمع لاي حاجه في الحياه هتلاقيها كلها ماشيه بنفس الطريقه. فكروا فيها وهتلاقيهم كده قوي 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 قوي. يعني اللي جربها او مستوعبها او بيعمل حاجه زي كده وشايف الدنيا بالطريقه دي ممكن يكتب لي في كومنت.